يمشي بالكرة حمزة الأحمر بالراس، الكرة من الدفاع عن طريق فانسي، ترجع الكرة الفريق البوركيني. أكثر رغبة الحقيقة، أكثر روح الفريق البوركيني. خلص راس البوركيني يخلص راس والكرة والعربة والهدف الثاني لبوركينا فاسو. انتهت المباراة بالهدف الثاني لبوركينا. انتهت المباراة بالهدف الثاني لبوركينا. صراحة الإطار الفني يتحمل الخسارة في جزء كبير بهذه التغييرات. عمرك ما تغير فريق رابح، 2-0 بوركينا فاسو رسميا في الدومي فينال. رسميا بوركينا فاسو بالنصف النهائي. ما سرقوش ربحهم في الشوط الثاني، كانوا افضل في غياب تونسي واضح، وايضا الحقيقه حتى نصف الساعه الاولى في المباراه كانت عندهم. اذا باستحقاق الفريق البوركيني في نصف النهائي كان اقوى من تونس اليوم، كان افضل منا. سهلنا له نحن الماموريه بهذه الخيارات التكتيكيه والتغيير، يعني اقتل الفريق هجوميا، ما حلش المشكل دفاعيا. وتونس اوت رسميا من افريقيا. الهدف الثاني عن طريق اللاعب ناكولما، هدف ثاني للمنتخب البوركينابي عن طريق ناكولما. 2-0 مباراة سيئة، لكن ما ننساوش انه عشنا مباريات باهية، عشنا مستوى جيد.